الكواليتي بتاعت الليدز مقابل السعر. ايه هي المعادله الصعبه بتاعت الليدز؟ تعال نفهم، علشان الموضوع ده فيه كلام كتير في حين ان هو بسيط. لما حد يقول لك ان انا بجيب كواليتي ليدز بسعر رخيص، او ان حد يبيع لك ان هو يقدر يجيب لك كواليتي ليدز بسعر رخيص، فانت مش هتكون اول واحد يسمع اكبر كذبه في عالم الماركتنج او في الجزء بتاع الميديا باينج اتليست. مفيش حاجه اسمها كده طبعا. المعادله بتاعت الكواليتي ليدز علشان تبقى فاهمها ببساطه شديده جدا، وهي نفس الكونسبت في اي ماركت بالمناسبه، سواء شغال في البلاد العربيه عندنا او في يوروب او في امريكا او في ايجا، اي ماركت تقدر تطبق عليه نفس الكونسبت. علشان تجيب ليدز بكواليتي عاليه لازم تكون عامل تارجتنج محدد جدا. يعني الكواليتي اللي هتجيلك من 3 مليون استيميتد ريتش هتكون مختلفه خالص عن ال 300,000 استيميتد ريتش. وطبعا لما التارجتنج بيكون محدد جدا حجم الجمهور بيبقى اقل، فطبيعي ان عدد الليدز اللي بتجيلك هتكون برضو اقل. فهنا هتلاقي نفسك بدل ما بتشتكي من الكواليتي بتاعت الليدز بقيت بتشتكي من العدد بتاع الليدز. وبالتالي علشان تعوض العدد ده وتحقق التارجت بتاعك لازم تزود البادجت بتاعت الكامبين علشان توصل للشريحه المحدده دي بشكل مكثف، وبالتالي يزود معاك عدد الليدز. بس البادجت اللي انت زودتها علشان توصل لجمهور محدد ده ليه تاثير على سعر الليد، هيخلي سعر الليد الواحد اغلى. هو ده ببساطه اللي بيحصل، وهي دي المعادله اللي لازم تكون فاهمها. ليدز بكواليتي اعلى بيساوي كوست اعلى للليد الواحد، واللي يقول لك غير كده يبقى بيبيع لك وهم وبيضحك عليك.